السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة ومعكم عالمية، أخبارنا العالمية والمحلية. فوز الأهلي على الاتحاد برباعية ممتعة، 4 أهداف ممتعين بالرغم إن فيهم هدفين ضربات جزاء، بس حتى ضربتين الجزاء المختلفتين لوسام أبو علي وكهربا الاثنين في زاوية، في الزاوية اللي من الاثنين. على فكرة ال4 أهداف كلهم في زاوية واحدة، في مكان واحد. 2 تسديدتين، واحدة من رضا سليم ثبت فيها الحارس. الحارس المفروض المهدي سليمان كان يعمل حاجه واحده بس، يسقف بس كده لرضا سليم. هدف ولا اروع، ثبتنا احنا وثبت الحارس وثبت الكل. هدف عمر كمال نجم المباراه النهارده، مان اوف ذا ماتش، من خارج ال 18 بمسافه، هدف عالمي، هدف يدرس من اهداف. على فكره عمر كمال، انا قلت ان عمر كمال مكسب للنادي الاهلي، بيعرف يلعب في اي مكان. جوكر، وجوكر ايه؟ جوكر سوبر، جوكر سوبر. يلعب يمين، يلعب شمال، يلعب قدام نص الملعب، يلعب جناح يمين وجناح شمال كمان. ولعب قبل كده مدافع، بس هو ما اجتش في الدفاع، لكن هو لاعب سوبر. جوكر اهداف عالميه، ال4 أهداف في زاويه واحده، الزاويه اليمين. يعني مكاسب النهارده كتير من المباراه. اولها ال3 نقاط مهم جدا، المتعه في الاداء، التدوير اللي حصل، رجوع لعيبه كتير ما كانش بتلعب. رجوع قفشه طبعا، هو ما لعبش بس رجع. كان في كلام كده من المباراتين اللي عدى. رجوع كريستو لعب، كريم فؤاد النهارده، راحه علي معلول، راحه بيرسي تاو. فالاهداف الكتيره خلت واحد زي مثلا عبد المنعم يرتاح، يغير امام عاشور، يطلع لعيبه كتير تطلع، وسام علي وينزل كهربا، يطلع حسين الشحات، يطلع رضا سليم. فالنهارده مكاسب عديده للنادي الاهلي قبل المباراه اللي قبل الجوله الاخيره، المباراه اللي هيلعب يوم السبت مع بلديه المحله، ثم راح اسبوع كامل ويسافر لتونس لمقابله الترجي في نهائي افريقيا. مباراه هامه جدا. المباراه بتاع افريقيا دي نتمنى ان الاهلي ياخدها لاسباب كتير، يعني فتدوير النهارده تدوير في محله. انا لما ابقى فايز اكتر من هدف واثنين وثلاثه، اعرف ادور واعرف انزل لعيبه واريح لعيبه واغير لعيبه، في ظل كمان ياسر ابراهيم مش موجود النهارده، السوريه مصاب، ديانج مصاب كمان، راحت معلول وراحت بيرستاو. فالاهلي عنده سكواد عالمي، سكواد الاهلي يعني يريح لاعب يجي لاعب، يروح لاعب يجي لاعب، لعيبه عالميه ما شاء الله عليها. فكمان مكاسب النهارده ال3 نقاط دي من الدور الاول. ليه من الدور الاول؟ لان احنا قلنا ان الاهلي اللي يصعد لافريقيا يصعد من على نتائج الدور الاول. الاهلي لعب 14 مباراه، 30 نقطه، منهم 12 مباراه من الدور الاول، يعني 24 نقطه. يعني الاهلي عنده كام؟ عنده خمس مباريات من الدور الاول، لازم الاهلي يفوز فيها كله، لازم. ليه؟ عندك بيراميدز عنده 38 نقطه من الدور الاول، عنده 32 نقطه من 15 مباراه، يعني يتبقى ليه مباراتين، منها مباراه مع النادي الاهلي، مباراه مع النادي الاهلي. الزمالك عنده 21 نقطه وتبقى له 4 مباريات من الدور الاول، 3 في 4 ب 12، يعني اقصى حد لنادي الزمالك 33 نقطه. كام؟ 33 نقطه. بيراميدز 32. الاهلي عنده 24، 5 3 في 5 ب 15 و4 يبقى 39 نقطه، لازم يفوق منها زي ما قلت لكم، منها مباراه بيراميدز. فكمان عندك الاتحاد، هزيمه الاتحاد النهارده فقد رسميا الصعود للكونفدراليه، لان عنده 28 نقطه من الدور الاول، لو فاز كان يبقى 31، كان يعني عنده امل انه يصعد الكونفدراليه. انبي 28 نقطه من 17 مباراه، وكمان المصري 28 نقطه من 17 مباراه. فالاهلي يتبقى ليه فاركو والداخليه، ويتبقى ليه طلائع الجيش وبيراميدز وفيوتشر. مباراه مهمه جدا وقويه جدا. زي ما قلت، الاهداف النهارده اهداف قويه، اهداف من تسديدات بعيده، حتى ضربات جزاء، ان كولر يخلي ضربات جزاء
يعني ما يحطهاش على واحد بس، لا، على حسب مجريات المباراه وعلى حسب حاله اللاعب في المباراه، حالته ايه يلعب. يعني كهربا لتاني مباراه على التوالي يسدد ضربه جزاء ويسددها فايق ورايق، برغم ان كهربا بينزل الشوط الثاني ولكن فايق ورايق ويعني ما بيزعلش. امام عاشور حدث ولا حرج، مش هنتكلم. رضا سليم هدف عالمي وانا يعني اتبسطت ان رضا سليم بدا النهارده، يعني رضا سليم عايز يلعب. اي نعم صح عنده سنه يعني الدفاع مش قوي عند رضا سليم، لكن لما يلعب مباراه كتير والنهارده ادى مباراه جامده. فراجل المباراه خدها مين؟ عمر كمان. كان صعب جدا انك تدي راجل المباراه لمين فيهم، مين فيهم كلهم متالقين. كان ممكن وسام ياخدها، لكن وسام غير من دقيقه 60، فصعب نص ساعه كتير. اكرم تالق النهارده، عمر كمال تالق واستاهل الهدف اللي جابه والاسيست، وانه بيلعب في مكان مش مكانه فيستاهل. رامي ربيعه، محمد هاني. فمبروك لعمر كمال ومبروك نادي الاهلي 6 نقاط. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.